ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده يا جدعان مهم جدا جدا على لعبه ماجيك كار. هنسحب منها وهنعمل اثبات سحب قدامك بالتفاصيل، وهقول لك ازاي تجمع منها النقاط والفلوس بتاعتك، وازاي تسحب الفلوس منها، وازاي برضو تجمع الفلوس الخضراء وتسحب الفلوس الخضراء. هنعرف كل حاجه ان شاء الله عن اللعبه، وده تاني فيديو عن اللعبه. متنساش بقى تعمل لايك وتشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس، وما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ويلا بينا على طول نبدا الفيديو. طبعا اللعبه دي هسيب لك الرابط بتاعها في وصف الفيديو. طبعا هيكون رابط الدعوه بتاعي، حابب ان انت تنزلها من الرابط ده مفيش اي مشكله، مش حابب برضو مفيش اي مشكله، دي مش بيفرق معايا في اي حاجه. اللعبه سهله جدا جدا ولسه نازله جديده. وطبعا لو جينا هنا كده هتلاقي ان انا اقدر ان انا اسحب ال 490. فهنشوف كده السحب هيبقى له شروط ولا لا، ولكن على ما اعتقد يعني ان السحب له شروط، واقول لك ازاي تسحب من اللعبه ان شاء الله لو فيها شروط، يعني قبل ما تزود الشروط بتاعتها وتخلي الشروط صعبة جدًا، جدًا. طيب إزاي هتلعب اللعبة؟ اللعبة سهلة جدًا، جدًا يا معلم. طبعًا الطاقة بتاعتك أهيّة لمّا بتخلص بتقدر إن أنت تسمع إعلانات وتاخد الطاقة. طبعًا بالنسبة لطريقة اللعب بتاعة اللعبة، بتضغط على كلمة ابدأ اللعبة زي ما أنت شايف، بييجي لك عربية بالشكل ده، بتبدأ إن أنت تستنى مثلًا أدي أهوّة، بييجي لك منحنيات بتبدأ إن أنت تلف بالشكل ده بصابعك طبعًا، وتطلع فوق زي ما أنتم شايفين. طبعًا المستويات بتاعتها سهلة جدًا، جدًا، ولمّا بتعدّي المستويات بتبدأ إن أنت تاخد العملات الصفرا وتاخد العملات الحمرا دي، أو اللي هي العجل وكار العربية أو جسم العربية. وده كله بينضاف معاك هنا في طلبات المصنع. لما بتجمع طبعا زي ما قلت لك، النقاط اللي انت بتجمعها كلها بتتحوش هنا علشان تبدأ ان انت تطلعهم لما تجيب عدد الطلبات 200. ولكن زي ما بقول لك اهوت، عشان برضو ما تتفاجئش لما تجيب العدد 200 وتيجي تسحب التسوية بتاعتك وتاخد النقاط بتاعتك، هتلاقيه ان هو اداك نسبة قليلة جدا جدا من الرقم اللي انت مجمعه. يعني مثلا لو كنت مجمع مليون او اللي هو 1000 جنيه، يعني هتاخد مثلا 50 جنيه 60 جنيه. فهو ده الرقم اللي انت هتاخده من المصنع ده. عندك هنا في ناس برضو لسه ما فهمتش الدنيا هنا. طبعا انت لما بتلعب بتكسب نقاط، والنقاط دي بتعمل بيها طلبات، والطلبات دي لما بتعملها 200 بتبدأ ان انت تسحب الرقم او المبلغ اللي انت جمعته من الفلوس الصفراء. طيب انا دلوقتي معايا 300 جنيه، هل لو جبت الرقم 200 هسحب ال 300 دول؟ لا طبعا، هيديني رقم صغير جدا جدا منهم، يعني مثلا ممكن يديني 10 جنيه 20 جنيه بالكتير، زي لعبة كريزي روك بالظبط. طيب عندك المهمات. طبعا المهمات بتقدر ان انت تستفاد منها من اخر حاجه ديت، اللي هي القسيمه ديت اللي انت هتقدر تسحب بيها العملات الخضراء. عندك العملات الصفراء طبعا بتسحبها بدون شروط، ولكن العملات الخضراء بتسحبها بشروط. هتجيب عملات خضراء منين؟ لما بتخلص مستويات بتبدا ان انت تجيب العملات الخضراء من هنا، يعني برضو علشان اوريك كل حاجه. وطبعا عندك الدعوات تقدر انت تستفاد منها. طبعا زي ما انت شايف ادي الدعوات اهيت. فحرفيا الدعوات هتجيب لك ارقام كويسه، ولكن انت لو هتعرف ان انت تعمل دعوات. مش هتعرف ان انت تعمل دعوات، هقول لك برضو على طريقه في اخر الفيديو، يا ريت برضو تكمل الفيديو معايا في الاخير. طرق السحب من اللعبه، طبعا لو جينا هنا كده هتلاقي فودافون كاش واتصالات واورنج كاش، وعندك باي بال. طبعا انا هضيف معايا فودافون كاش، وهبدا ان انا اسحب ال 23 جنيه دول عشان نشوف اللعبه بتدفع ولا لا. وطبعا اكيد هي بتدفع لان هي لسه جديده، ولكن هوريكم برضو الاثبات علشان برضو تبقوا عارفين ان اللعبه بتدفع وتشتغلوا عليها وانتم مطمنين. طيب المفروض اللي إحنا سحبنا طبعًا هو رقم صغير أنا عارف، ولكن إحنا بس عشان نعمل إثبات. انسحاب ناجح أهوّة وقد وصل زي ما أنتم شايفين. لو جينا هنا كده هتلاقي إن السحب قيد المراجعة، وطبعًا لمّا بيتدفع بييجي لك رسالة على فودافون كاش، وبييجي لك برضه رسالة في اللعبة إن أنا دفعت لك الفلوس بتاعتك. طيب هنا بقى هنيجي نبدأ إن إحنا نسحب العملات الخضرا ونشوف إيه الدنيا. هتيجي على تختار المبلغ اللي معاك. طبعًا أنا معايا أكتر من 490، ولكن ده أقل حاجة معانا دلوقتي. هتضغط على كلمة ينسحب، وبعد كده طبعًا أنت بتبقى ضايف الرقم بتاعك، هتضغط على كلمة تأكيد. زي ما أنتم شايفين طبعًا تم بدء عملية السحب بنجاح، وتم قبول طلب السحب. نظرًا لضعف تأثير الأسطول لا يمكنك الوصول إلى قناة مش عارف إيه فورية، لازم إن أنت تجيب 10 نقاط تفتيش. طيب أتفهم ذلك زي ما أنتم شايفين. وطبعًا أنت عندك أدي لازمًا تجيب إن أنت تجيب 10 نقاط تفتيش. طبعًا إحنا دلوقتي مش معانا ولا نقطة، فزي ما أنتم شايفين جايب لي شروط علشان أبدأ إن أنا أسحب. أول شرط طبعًا واللي هو بعد اجتياز مبلغ الدفع هتاخد 50 جنيه. كل ما تجتاز مبلغ الدفع هتاخد 50 جنيه. يعني المبلغ اللي أنت هتسحبه ده هتسحبه 690 جنيه تقريبًا أو 700 جنيه.
طيب زي ما أنتم شايفين يا جدعان، قبل ما نبدأ إن إحنا نستنى المبلغ، زي ما أنتم شايفين جالنا على فودافون كاش إن اللعبة دفعت لي 23 جنيه، وأدي الرسالة قدامكم أهيّة يا شباب. ولو جينا على العملات الصفرا وجينا هنا كده هتلاقي إن الانسحاب بقى انسحاب ناجح والمبلغ انضاف معانا. طيب هنقدر إن إحنا نسحب العملات الخضرا بتاعتنا إزاي؟ أول حاجة طبعًا واللي هي من الدعوات، عندك عدد الضيوف المدعويين، عندك زي ما أنت شايف 3، لازمًا إن أنت تدعي 3 أصدقاء، وانتقل للحصول على الأصدقاء. طبعًا هو بيقول لك إن أنت تدعي الأصدقاء، ولمّا تدعي 3 بتبدأ إن أنت تاخد نقطة تفتيش، أو اللي هي الطريقة العادية اللي متوفرة لينا كلها، واللي هي تجيب الشهادة دي زي ما أنت شايف. طيب هتجيبها منين؟ زي ما قُلت لك لو جينا على المهمات هتقدر إن أنت تجيبها من دعوة الأصدقاء من هنا، لو دعيت 5 بتاخد شهادة، أو كل يوم اللي هو طبعًا كلنا هنجيبها، اللي هي لمّا بتخلّص المهمات كلها بتاخد آخر واحدة، زي ما أنت شايف بتاخد شهادة في الأخير. طيب أنا دلوقتي عايز إن أنا أعدّي بقى نقطة التفتيش بتاعتي، فاضغط على كلمة التحقيق بالشكل ده. طبعًا ملاحظة سيتم الدفع فورًا بعد اجتياز نقاط التفتيش ال10. طيب هاضغط كده على التفهم، وزي ما أنت شايف أنا دلوقتي في النقطة رقم 2، المفروض إن أنا أوصل للنقطة رقم 10. فهاضغط هنا كده زي ما أنتم شايفين بيقول لي اجتياز نقاط التفتيش، وهابدأ إن أنا أضغط زي ما أنت شايف أنا دلوقتي في نقطة التفتيش رقم 3، هاضغط كمان مرّة هيبقى أنا كده في نقطة التفتيش رقم 4، لسه لي 6 نقاط تفتيش وأبدأ إن أنا أسحب المبلغ بتاعي. طبعًا الفيديو اللي جاي هيكون أنا إن شاء الله جِبت النقاط دي ويعني حققت الشروط، فأنا هابدأ إن أنا أعمل دعوات، وهابدأ إن أنا أجيب أو أخلّص المهمات وأجيب الشهادة دي، وأبدأ إن أنا أعدّي النقاط التفتيش بتاعتي. فالشروط الصراحة أنا شايفها إن هي سهلة، لو هيخلّيك تسحب على 10 نقاط تفتيش، إلا بقى لو حصل تغيير وخلّاها مثلًا 20، أو خلّى مثلًا شهادة إتمام العملية ديّة مثلًا بتدّيك 50% مش 100%، إن لمّا اللعبة تتشهر هتعمل كده. ولكن إحنا دلوقتي في منطقة الأمان، يعني تقدر إن أنت تجيب ال10 دول وتبدأ إن أنت تسحب من اللعبة. طبعًا الفيديو اللي جاي إن شاء الله هابدأ إن أنا أجيبهم وأسحب من اللعبة، وأوريكم برضه إثبات السحب وأقول لك أنا جبتهم إزاي. لكن لو أنت حابب إن أنت تشتغل على اللعبة فانصحك إن أنت تعمل دعوات، وكنا شرحنا إزاي تعمل دعوات لنفسك أو تشتري دعوات وتدفع فلوسها وتستفاد، يعني أنت تدفع مبلغ صغير وتبدأ إن أنت تسحب من اللعبة. هتعمل دعوات إزاي؟ في مواقع كتير بتشتري منها دعوات، ولكن هي بتجيب لك دعوات قليلة جدًا، جدًا. فروح شوف الفيديوهات دي على القناة الأساسية، مش القناة دي، لأن القناة دي إحنا بننزّل عليها بس عشان إحنا محظورين من التنزيل هناك. ولو جيت حسبتها إن أنت هتشتري دعوات بفلوس برضه أنت هتطلع كسبان، يعني هنا الدعوة عليها 10 جنيه تقريبًا أو 9 جنيه ونُص تقريبًا. فلو أنت مثلًا هتشتري الدعوة ب5 أو ب6 جنيه هو هيجمّع لك منها 2 جنيه، يعني كل دعوة هتعملها لازم إن هي توصل مثلًا مستوى 20 علشان تاخد المزايا أو تاخد الحاجات دي، وأنت برضه الكسبان. فبرضه حتى لو هتدفع فلوس في الدعوات أنت اللي كسبان، مثلًا هتدفع 100 جنيه وهتسحب 800 جنيه، هتدفع 200 أو 300 جنيه هتسحب 890 جنيه زي ما الأخ ده ساحب زي ما أنت شايف. فأنت المستفاد برضه، ما حدش يقول لي أنا هاشتري دعوات بفلوس على الفاضي، لأ أنت برضه المستفاد. وبس ده كان الفيديو بتاعنا، ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك معانا في القناة لو أنت لسه جديد، وباشكرك على المشاهدة وسلام.